سلمى أبو ضيف، النجمة المصرية الشابة، تستعد لخوض تجربة جديدة لها في مسيرتها الفنية وفي الدراما المصرية، وذلك من خلال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024. ويحمل المسلسل العديد من المؤشرات التي تضعه في صدارة الأعمال الجديدة في رمضان. سلمى أبو ضيف تخوض أول تجربة بالبطولة المنفردة في رمضان 2024، ويشهد موسم رمضان 2024 تواجد النجمة المصرية سلمى أبو ضيف في أول تجربة لها في البطولة المنفردة من خلال مسلسلها الجديد أعلى نسبة مشاهدة، والذي أعلنت عنه مؤخراً على قناة MBC مصر ومنصة شاهد VAP. وتأتي هذه التجربة للفنانة سلمى أبو ضيف بعد العديد من الأدوار المميزة لها في السينما والدراما في الفترة الأخيرة، وحققت نجاحا تصاعديا قبل حصولها على دور البطولة المطلقة في المسلسل، والذي يشارك به العديد من النجوم الشباب والكبار أيضا. ونشرت سلمى أبو ضيف مؤخرا العديد من البوسترات الترويجية لمسلسلها الجديد أعلى نسبة مشاهدة، وشوقت الجمهور للمسلسل، خاصة بسبب الطريقة المبتكرة التي خرجت بها بوسترات المسلسل، حيث ظهرت صور أبطال العمل على شاشات الهواتف المكسورة، في إشارة إلى قصة العمل حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل البوستر رسالة على لسان بطلة العمل سلمى أبو ضيف تقول بها: أهلي بيقولوا عليا مليش لازمة، بس أخيرا لقيت ناس تحبني. مؤشرات على تفوق مسلسل أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024. وكشفت الجملة التشويقية على بوستر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على ملامح قصة المسلسل، والتي تعتبر من أبرز العوامل التي تبشر بتحقيق المسلسل لنجاح كبير في موسم رمضان، حيث تدور في إطار عصري وتناقش أحداث المسلسل العديد من القضايا الحالية، وعلى رأسها تأثير مواقع التواصل على الشباب والمجتمع وعلاقتها بالأسرة، وذلك من خلال قصة الشابة شيماء فتحي البنهاوي، والتي تطلق على نفسها اسم شوشيت، وتجسدها الفنانة سلمى أبو ضيف في أحداث المسلسل أعلى نسبة مشاهدة. وتعاني الفتاة شيماء من التهميش في أسرتها ومن المعاملة السيئة التي تلقاها في منزلها، فتقرر الاتجاه إلى مواقع التواصل وتيك توك من أجل جلب الاهتمام إليها، وبالفعل تحقق انتشار كبير على مواقع التواصل، وتصاب بعد ذلك بهوس بمواقع التواصل والظهور عليها برفقة أفراد أسرتها أيضا، وهو ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات والمغامرات وغيرها من المواقف التي تتعرض لها بسبب هذا الهوس. وشوق عنوان المسلسل أعلى نسبة مشاهدة وملامح قصته الجمهور لمتابعته في موسم رمضان 2024، خاصة بعد نجاح العديد من الأعمال التي دارت في نفس الإطار، مثل مسلسل صوت وصورة مؤخرا، وغيرها من الأعمال التي ناقشت القضايا العصرية وتأثيرات السوشيال ميديا. وكذلك من أبرز المؤشرات التي تجعل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من الأعمال المنتظر مشاهدتها في رمضان وتحقيقها نجاح كبير هو مشاركة عدد من النجوم الشباب والكبار أيضا في المسلسل، مما جعل طاقم العمل متنوعا بجانب سلمى أبو ضيف، وعلى رأسهم الفنانة انتصار التي تظهر بإطلالة مختلفة في العمل، بالإضافة إلى الفنانة الشابة ليلى زاهر التي تجسد شخصية نسمة في المسلسل، وكذلك الفنان إسلام إبراهيم وفرح يوسف وأحمد يهيم ومحمد محمود ومحمد حاتم والفنانة القديرة أنعام سالوسة وغيرهم. والمسلسل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، والتي يعتبر ذلك العمل الثالث لها في مسيرتها، مخرجة بعد مسلسل حدوتة مرة مع غادة عبد الرازق الذي كان أول أعمالها.